حابة أوريكم كمان المشتريات اللي أنا جبتها من العروض. حاجات تحفة جدا جدا وما جربتهاش أصلا كمان قبل كده. جبت اللي هو الإنزا ستار ده، معروف جدا. هو الشموع ديت الاتنين ب79، تلات فتلات. في صغيرة منها. دي ريحتها جميلة جدا، نفس نوع البرفان. خطأ. دي من اللي هي الاتنين ب79، دي بالاتنين ب110. ثلاث فتلات برضو. عمو هيزعل منك. هنا التشكيلة الرجالي الاتنين ب59، كريمات وفي اللوشن وفي المست بقى، ولا اسمه ايه، اشكالها رجالي قوي يعني. على عكس الاشكال اللي في بس اندوت سبراي. كريمات هنا للجسم برضو، بما ان بقى احنا في الشتاء ومحتاجين المرطبات دي. في ده الغسول وفي السكراب واللوشن بكل انواعه. 6 معطرات. 6 معطرات ب100 و 135. دي علبة كده شكلها فخم يعني، جميلة. ب200 وشوية. والاتنين وتاخدي عليها واحدة كمان. شوفوا العلبة وهي مقفولة، شكلها جميل جدا. في هنا صغيرة كده ب150 الاتنين. افتحها كده، نفس الأنواع اللي عندهم ولكن العبوة صغيرة. الاتنين ب150. هنا كل كريمات الجسم الاتنين ب59. كل الأنواع المستات المعروفة نازلة كمان في العرض، يعني كريماتها نازلة في العرض. الاتنين ب59. الأربعة ب100 وإيه 115 تقريبا. أهي هنا دي أنواع تانية أهي برضو، الاتنين ب59. في شموع الاتنين ب45. في معطرات المنازل يعني، عاملين أشكال كده تحفة. فيشة. العطر ده ريحته خرافية، ناسية اسمه، هنشوفه دلوقتي مع بعض. شكلها شيك قوي. بس تحفة. ب65 دي. المعطرات الواحد ب35 على حسب بقى أذواق. دي الشموع التانية، أنواع تانية. السودة دي مش عادية. مش عادية، رائعة. الاتنين ب110.
وده الستاند كده بتاع الشكل ده، الاتنين ب110. صابون اليد الاتنين ب30، منعش وريحته نظافة نظافة يعني. ودي تكملة الأنواع المعروفة برضو، الاتنين بتساوي ب45 والستة ب135. انزا ستار ده طبعا معروف، الجابانيز ده رائع. ده ما جربتهوش، ده بالنسبة لي خالص مش عاجبني نهائي، ريحته قوية ومش حلوة قوي يعني، ولو كأنه مشهور يعني. دي الهدايا اللي قلت لكم عليها. اسمع في واحد اوبن سكاي طيب والشمعة ايش؟ الشمعة حلوة 2 ب100. طيب يلا تفضل. معك انا جسم 2 ان شاء الله. ايه الروز ده حلو جدا برضو. لكن البرفيوم الواحد ب 85. جابانيز ده من كمان العربية اسمه ايه ده؟ اجيب مع بالصمد الكرشي. صحيح. جابانيز ده برضو حلو، مش حلو حلو بزيادة يعني. وده الشيري تلمع. ده انت قلت لكم عليه، النوع ده ما جربتهوش بس لونه مش مريحني يعني. منزلين منه سكراب سنفر، الاتنين ب59، الكريمات اللي هي دي. في برضو دي متغلفة كده، كريم مع المست، في 3 مع بعض، الكريم واللوشن اسمه ايه، بس انا ما شفتش في جل استحمام اهو، بس مش نزل انواع كتير. الشاور بتاعهم حلو جدا. دي بقى الحاجات البامبكن القرع اللي بيتاكل يعني في الفترة دي. الدنيا كلها وصفت بالقرع. انت تجيب لي هدية يا حبيبي، تسلم يا انوس. دي برضو استندات للصابون ب44. العبوات الصغيرة بس بنفس انواع الحاجات الكبيرة، يعني العبوات الكبيرة بس ايه، عبوات صغيرة. دي مثلا 88 ملي، دي 70 ملي، وهكذا. الاتنين ب35. دي تنفع في الشنطة مثلا كده يعني، كل الأنواع.
ممكن حتى تجيبوها للتجربة يعني. حابة أوريكم كمان المشتريات اللي أنا جبتها من العروض، حاجات تحفة جدا جدا وما جربتهاش أصلا كمان قبل كده. جبت اللي هو الإنزا ستار ده، معروف جدا، هو مسك ومكتوب عليه مسك خشب الصندل، وفي كذا حاجة خشب أغار أبيض، مش عارفة ده ايه بصراحة، بس هو حلو جدا وقوي، يعني ينفع في المناسبات، ينفع في كده. ريحته قوية وواضحة جدا جدا. في برضو من الحاجات الحلوة قوي اللي جربتها قبل كده اللي هو روز، ده كله ورود بقى كده وحاجات تحفة. ياسمين ومسك كريمي و بقولك إيه، بوكيه من الورد المقطوف حديثا. روز. وده من الحاجات الجديدة اللي مجربتش قبل كده، اسمه شيري. ده فيه حاجات كده بتلمع، فكرته حلوة. جربت حاجة زيه من فيكتوريا سيكرت، ولكن ما كانش يعني ريحته ما عجبتنيش ابدا. يعني يعني بعد ساعة ساعتين تحس انه قلب على حاجة كده غريبة، مش حلوة. فده برضو ريحته عجبتني، ان شاء الله يكون برضو يكون ثباته كويس وما يكونش زي بتاع فيكتوريا سيكرت كده بيقلب مع الوقت كده، يعني يا دوب ساعة ساعتين وتحس ان هو عطى كده على حاجة غريبة جدا. ده من الحاجات بقى يعني رائعة شوية عليها، اسمه مش عارفة جنجهام ولا يعني تقريبا جنجهام. ده رائع جدا 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 جدا. مكتوب عليه خوخ أبيض ويوسف فيه ويعني في كذا حاجة كده فيه، أنا بصراحة مش عارفاهم، ولكن هو تركيبة رائعة يعني. تجيبوه كده من غير ما تعملوا عليه تست في المحل، اشتروه كده على طول يعني، على ضمانتي انا. انتي كمان. طيب. ده انا جبت منه 2، انا اخدت بالي دلوقتي ان انا جبت منه 2. هو العرض على ال6، فانا جبت ال6. وده بقى برضو من الحاجات الرائعة. نفس ده، بس ايه، ده اللي بيلمع وده اللي مش بيلمع. ده اللي انا كنت جربته قبل كده اللي هو الجابانيز ده، برضو رائع جدا جدا جدا. ومن الحاجات اللي هي تنفع في البيت اكتر من الخروج يعني برا البيت، لانه ريحته قويه. و بالنسبه لي انا صراحه من الحاجات اللي تفوز يعني. ده جبت الكريم بتاعه، العرض الكريم كان الاتنين بحاجة و50. انا قلت لكم في الفيديو تقريبا حاجة و50 الكريمين، فجبت نوعين بس، اللي هو الجابانيز، وجبت اللي هو الجنجهان ده بس. والمستات جبت اللي هما ايه العرض ال6. بصراحة عرض جميل جدا، ولو عليا اجيب تاني ان شاء الله يعني باذن الله. عايزه بقى ايه اوريكم طريقه التغليف اللي عاملينها جديد. هما طبعا بيغلفوا عندهم في المحل، ولكن كان زحمه، فقلت له خلاص اديني انا اغلف انا في البيت. ده كده بيديكي زي كيس كده ومعاه شريطه، هو بيغلف هناك، ولكن انا يعني فضلت ان انا اغلف معاكم، لانه هو كان زحمه جدا جدا المحل. فتاخدوه كده وتحطوا مثلا لو تحبوا تهادوا حد بيه او كده. شوفوا يعني الشكل جميل جدا. و تحسوا ان هي هديه قيمه، وهو فعلا هديه قيمه. وبس على كده تغلفوه بقى بالطريقه اللي انتوا تحبوها. ممكن نحطه كده، وانا يعني مش شاطره قوي في الموضوع التغليف ده، بس ماشي الحال يعني. وبقت هديه جميله اهي زي ما انتم شايفين. ان شاء الله يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، ويكون يعني تستفادوا من العروض دي وتلحقوها، لان هي تقريبا خلاص قربت تخلص. وما تنسوش بقى في لايك للفيديو واشتراك وتفعيل
للجرس علشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. مع السلامه.